السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هو مين قال. النهاردة موضوعنا حساس جدا. ليه كلمة لأ في مجتمعنا بقت عيب؟ ليه لو البنت قالت لأ تبقى قليلة الأدب، ولو الولد قال لأ يبقى مش مطيع أو مش بار؟ مع إن لأ هي كلمة زي الاتنين حق مشروع للإنسان. خلونا نبدأ من أول السطر. التربية. إحنا متعودين من وإحنا صغيرين على جملة اسمع الكلام وبلاش جدال، قول حاضر، الأكبر منك يعرف أكتر. الطفل اللي يقول لأ بيتقال عليه عنيد. طب ما يمكن هو مش عنيد، يمكن تعبان، يمكن مش حابب الحاجة اللي بتتفرض عليه، يمكن عايز يوضح نفسه. مثال بسيط، طفل مش عايز ياكل نوع معين من الأكل، بدل ما الأم تسأله ليه مش عايز بتقوله لازم تاكل بالعافية عشان تسمع الكلام، وبكده بيتعلم إن رفضه مش مقبول حتى لو عنده سبب منطقي. أكبر مثال نشوفه عند البنات، بنت يجيلها عريس مش مناسب تقول لأ، إيه اللي بيحصل؟ الأهل يضغطوا، إزاي ترفضي؟ مش كل يوم بيجيلك عرسان، دي فرصة مش هتتعوض. طب ليه؟ هو مش من حقها تقول لأ؟ هو الجواز صفقة لازم تكمل حتى لو الطرف مش مقتنع؟ ونفس الحكاية للشباب، شخص يترشح له وظيفة مش مناسبة لظروفه أو لطبيعته، لو قال لأ يتقاله انت ناصح، يعني انت فاكر نفسك أحسن من الناس؟ مع ان كلمة لأ هنا هي اللي هتحميه من الفشل أو الانهيار بعدين. لأ في صداقتنا تكاد تكون كلمة ممنوعة. لو صديق ضغط عليك تعمل حاجة مش مقتنع بيها وسكت هتتأذي، لكن لو قلت لأ ممكن يزعل أو يعتبرك بتتخلى عنه. مثال واقعي، حد دايما يطلب منك فلوس أو خدمة أو وقت، لو كل مرة تقول في الآخر هتتعب، لكن لو مرة واحدة قلت لأ ممكن يخسرك كصديق. طب ما هو الصديق الحقيقي لازم يقبلك زي ما انت بحدودك وظروفك. الإسلام قائم على كلمة لأ، لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني أهم اللأ في الدين إنك تقول لأ للظلم، لأ للباطل. طب إزاي بعد ده كله نيجي نقول لولادنا لأ عيب؟ الشخص اللي مش بيعرف يقول لأ بيتحول لإنسان مضغوط طول الوقت. في البيت يعمل اللي مش عايزه عشان يرضي أهله، في الشغل يشيل فوق طاقته عشان ما يضايقش المدير، في العلاقات يرضى بتصرفات مؤذية عشان ما يخسرش اللي حواليه، وفي الآخر بيتكسر من جوه، لأن مفيش حاجة اسمها ترضي كل الناس. انت لو حاولت تقول طول الوقت هتخسر نفسك قبل ما تخسر غيرك. شوفوا خطورة الموضوع في الشغل، لو موظف شاف مديره بيطلب حاجة غلط وسكت وقال حاضر بدل لأ، ده ممكن يوقع المؤسسة كلها. لو موظف وافق على رشوة أو تزوير عشان ما يضايقش حد، يبقى هو جزء من الفساد. يعني ببساطة كلمة لأ مش بس بتحمي الفرد، دي كمان بتحمي المجتمع. لازم نعيد تعريف لأ. لأ مش تمرد، لأ مش أنانية، لأ مش قلة احترام، لأ يعني حقي الطبيعي كإنسان. ولازم نعلم ولادنا من صغرهم إن لأ مش غلط، بس تتقال بطريقة محترمة. مثال عملي، الطفل اللي مش عايز يزور حد، بدل ما نقول له عيب نقدر نعلمه يقول أنا تعبان ممكن أروح مرة تانية. البنت اللي مش عايزة تلبس لبس معين، بدل ما نقول لها اسمعي الكلام وبس، نسمع رأيها ونتفاهم. مجتمعنا محتاج يفهم إن لأ مش ضد الاحترام، العكس تماما. اللي بيعرف يقول لأ بوعي هو اللي بيحترم نفسه وغيره. وفي الآخر أسأل نفسك، هو مين قال إن كلمة لأ